بيبدأ الفيلم في القطب الشمالي، بنشوف الجيولوجيين جوليا وأوسكار وهما بيعملوا تجارب وبيزرعوا متفجرات تحت المية. في اللحظة دي بيجي لهم اتصال وبيحذرهم إن في عاصفة جاية وكان لازم ساعتها يتحركوا فورا. وبنشوف قريب منهم غواصة روسية بترصد أصوات قوية جدا لكن مصدرها مش معروف. وعشان نندهش أكتر بقى، قاع البحر بدأ يعلى وأجهزة جوليا اتجننت قبل ما التلج حوالين معسكرها يتشق، وهي كانت عايزة تلحق تجمع أبحاثها قبل ما يمشوا لكن ما كانش فيه وقت. وأوسكار بيشدها بسرعة على الموتوسيكل الجليدي، وبنشوف في الغواصة الفريق بيكتشف إن الأصوات دي مصدرها بيولوجي وبيستعدوا بقى لمناورات الهروب. لكن فجأة الغواصة بتخبط في حاجة في المية، وبنشوف فوق السطح أوسكار وجوليا وهم بيحاولوا يهربوا بأقصى سرعة والتلج بيتشقق من وراهم، لكن التشققات دي بتظهر كمان قدامهم والموتوسيكل بقى بيندفع بفعل التلج اللي بيرتفع والاتنين بيقعوا من عليه. ساعتها الموتوسيكل بينفجر وغرق، وبعد شوية كمان معسكرهم هو كمان انفجر وباقي العلماء غرقوا ببطء لحد ما ماتوا. والغواصة بقى فضلت بتاخد ضربات والرجالة ما كانوش قادرين يقعدوا مكانهم من كتر الهزات، وبعد شوية مقاومة بيقدروا يفتحوا النار. والضوء اللي طلع بيكشف عن مجسات ضخمة جدا في المية، واحد من الطاقم بيطير من قوة الضربة وبيخبط في الإزاز وساعتها فقد الوعي، وظابط تاني بيلحق يبعت عوامة إنقاذ قبل ما الغواصة تغرق. وفي مقر البحرية الروسية بيعرفوا بقى باختفاء الغواصة، ولأن الغواصة دي كانت شايلة أسلحة مهمة جدا بيبعتوا فريق إنقاذ يا إما بقى يسترجعوا الغواصة يا إما يدمروا الأسلحة. والمهمة دي اللي هيتولاها فيكتور، وفيكتور ده أخو قبطان الغواصة المفقود، وبتبقى عيلته قلقانة عليه اللي هو يختفي هو كمان. وساعتها بقى مامته بتديله ساعة أبوه الميت كتعويذة يا زين ما اخترتي. وبالليل فيكتور وصل للمينا وبيكتشف إن صديق أبوه الأدميرال أوشينكي هيشارك في المهمة، والمساعد الأول بيكون قلقان لأن أوشينكي كبير في السجن وكمان عصبي في الشغل. ولما فيكتور بيدخل الغواصة في عدد كبير من الطاقم بيشتكوا إنهم جابوهم من أجازاتهم عشان خاطر المهمة دي. في نفس الوقت بقى جوليا وأوسكار كانوا ماشيين وسط عاصفة التلج وبيحاولوا يلقطوا شبكة الموبايل، وجوليا كانت مركزة على الشاشة لكن ساعتها كانت قربت تقع، بس أوسكار قدر يلحقها. لكن في اللحظة دي موبايلها أخيرا بيلقط إشارة من منصة نفط تتصل بيهم، لكن العاصفة كانت عاملة دوشة جامدة وعمال المنصة ما فهموش هي بتقول إيه، والإشارة ساعتها اتقطعت والمكالمة انتهت. وأوسكار بييأس جدا وبيضرب شعلة إشارة قبل ما ينهار. والصبح بقى الغواصة وصلت مكان الاختفاء وبعد استعدادات كتير بيغوصوا، وأوشينكي بقى أخد فيكتور أوضة خاصة مع ضباط كبار ووراهم تقرير خلاهم متضايقين، وإن الشائعات عن اختفاء الغواصة بدأت تنتشر. وجوليا وأوسكار بيتفاجئوا لما بيلاقوا العوامة متعلقة في التلج، وفهموا كده إن في حد هيجي يدور عليها، فقرروا يوقفوا المشي ويستنوا هنا. ولما الغواصة لقطت إشارة العوامة اتجهت فورا للمكان، لكن فجأة بقى مجموعة حيتان بتحوط الغواصة والفريق بيحاول ينزل لتحت من غير ما يأذيهم، لكن واحدة من الحيتان خبطت في المروحة بالغلط. وأوشينكي هنا بيأمر تشغيل السونار وبيتجاهل كل اعتراضات فيكتور اللي كان خايف يأذوا الكائنات لما شغلوا السونار. والحيتان ساعتها مشيت لكن رجعت بعدها بثانية، والفريق محتار يعمل ايه لحد لما لاحظوا ان الحيتان بتبعد بجد المرة دي، وطلع ان في صوت منخفض التردد في المنطقة. وقاع البحر بدأ يعلى وبيشوفوا مجس ضخم بيتحرك في الظلام وبيقتل حوت بضربة واحدة. وطقم الغواصة قلقان جدا لأنه مش قادر يحدد الصوت، والرادار بيلقط حاجة ضخمة جاية ناحيته. وأوشينكي بقى بيفتكرها عدو وعاوز يفتح النار، لكن فيكتور بيقول له ما نقدرش غير لما نتأكد، وبيأمرهم بقى يلاقوا مكان يستخبوا فيه. بتدخل الغواصة شق في جدار التلج وبتفضل تترج مع كل خبط التلج، والصوت على الرادار بيزيد، واللي لابسين سماعات ودانهم بتتأذي، والعدو المجهول كان بيطاردهم. لكن اضطروا بقى يوقفوا الغواصة لأن الجدار سد الطريق، بس لحسن حظهم اللي بيطاردهم ساعتها كان مشي. والفريق بيبدأ يفحص الأضرار اللي حصلت، وإوشينكي بقى بيزعق لفيكتور على المخاطرة اللي هو عملها، لكن ما كانش قدامهم حل غير إنهم يطلعوا على السطح عشان يصلحوا اللي حصل. وفوق بقى جوليا وأوسكار كانوا متكتفين جنب الصخور عشان يتدفوا، وفجأة بيشوفوا التلج بيتشق والغواصة خارجة منه، والطاقم بيشوف الناجين وبينزل يقابلهم، وطبعا ده بعد ما اتأكدوا إنهم مش مسلحين وبيسمعوا كمان قصتهم. وفيكتور بيفحص العوامة قبل ما يتكلم مع أوشينكي اللي بيقول له بقى يديهم شوية أكل ويسيبهم لأنهم ممكن يكونوا جواسيس، لكن فيكتور بيحن عليهم وقال لهم يجوا معاهم. وبعد كده الغواصة بتغوص مرة تانية
تانية عشان يبدأوا البحث حوالين العوامة. وبعد الفحص الطبي جوليا وأوسكار بيقعدوا ياكلوا، وفيكتور قاعد معاهم على الترابيزة وبيوريهم خريطة وطلب منهم يحددوا مكان معسكرهم، وسألهم بقى لو شافوا حاجة غريبة. ولما جوليا بتحكي له عن المتفجرات فيكتور بيستنتج إن ده هو السبب اللي غرق غواصة أخوه. ساعتها الطاقم بدأ يناقش إيه اللي هيعملوه، وأوشينكي قال إن لازم يرجعوا بسبب الخطر الغامض، لأنهم لو اتهاجموا مرة تانية مش هيقدروا يبعتوا إشارة استغاثة. لكن فيكتور بيكون يائس إن يلاقي أخوه، وبيأمر الطاقم إنهم يوجهوا الغواصة ناحية معسكر جوليا. وأوشينكي بياخده على جنبه وبيحذره إن دي المرة التانية اللي بيختار فيها اختيار غلط، ولو غلط مرة تالتة الموضوع هينتهي بالنسبة له. بعدين فيكتور شرح للمساعد الأول إنهم لازم يسرعوا، لأن لو الغواصة التانية فيها أي ناجيين أكيد الأكسجين اللي عندهم هيكون بيخلص. في نفس الوقت بقى جوليا بتسمع صوت غريب، وأوسكار قال لها إن ده السونار اللي بيدور على الغواصة التانية. وبيستمر البحث شوية لحد لما الرادار بيلقط العدو الغامض جاي وراهم مرة تانية. وفيكتور بقى بيقول للطاقم يلاقوا مكان يستخبوا فيه زي المرة اللي فاتت، بس للأسف بقى المنطقة دي مفتوحة ومفيش فيها أي غطا. وقرروا يبعتوا إشارة استغاثة لمنصة النفط، وفرحوا لما جالهم إذن يستخبوا عندهم وهم بيستعدوا يطلعوا على السطح. عمال المنصة شافوا مجسات عملاقة خارجة من البحر. ساعتها شغلوا الإنذار، والمجسات بدأت تهاجم المنصة وتهد كل الهياكل، وبيحصل انفجارات كتير. والعمال اتخضوا وحاولوا يهربوا، لكن مفيش مكان يروحوا فيه، والمنصة ساعتها بتنهار والغواصة فقدت الاتصال. وفيكتور استخدم المنظار عشان يتأكد، اتصدم لما شاف المجسات وهي بتوقع المنصة، وبعت الصورة على الشاشة عشان الطاقم يشوفوا اللي هم بيواجهوه. وبعد ما المنصة اتدمرت بالكامل الوحش الغامض ده رجع يطارد الغواصة، والغواصة اضطرت تلف فجأة عشان خاطر تهرب، والمطبخ كله اتقلب. وأوشينكي بقى افتكر ان هروب الطاقم بدل الهجوم هو الغلطة التالتة لفيكتور، واعلن كده ان هو هيمسك القيادة. بيضربوا توربيد بسرعة وبيصيبوا الهدف بنجاح، وأوشينكي بيقول ان هو ده الصح، لكن وشه بيتغير لما بيسمع الضابط بيقوله ان العدو لسه بيتحرك. وبيضربوا توربيد تاني وبتحصل انفجارات كتير، وبيأكد انهم اصابوه، لكن برضه ساعتها بيتأكدوا ان هو ما ماتش والوحش كان جاي عليه. وأوشينكي اتجمد ومش عارف يعمل ايه. وفيكتور ساعتها اضطر يمسك القيادة مرة تانية. بيأمر الطاقم يحركوا الغواصة بأقصى سرعة، وقدروا فعلا يتفادوا أغلب الهجوم، لكن مجس بيلمس في الغواصة وبيعمل ضرر. الطاقم كله بيقع، وفيكتور خبط راسه واتلخبط بعد ما الكمبيوترات اتحرقت، وواحد منهم بيقع على راجل معاهم ودمره. والغواصة بقى بدأت تغرق، والحيوان ساعتها استغل الفرصة وضربهم تاني. وبيحصل انفجار في غرفة التوربيدات وبتولع حريق، وبيقطعوا التهوية وقفلوا المنطقة. وفضل 7 أشخاص جوه بيحاولوا يطفوا النار. وضربة تانية من المجسات تخلي الغواصة تنزل أسرع، والرادار بيظهر إن الوحش محاصرهم من كل اتجاه. وبنشوف نظرة أقرب أخيرة وضحت إن هو كراكن، وحش عملاق. وبما إنهم مش قادرين يستخدموا التوربيدات الأخيرة الطاقم بقى بيناقش اختياراتهم. وفيكتور قال لهم يدخلوا في وضع الصمت، لأن الكائنات البحرية بتصطاد عن طريق الصوت. واضطروا العمال يوقفوا مكافحة الحريق مؤقتا، وده خلى مستوى أول أكسيد الكربون يعلى في المكان وملا غرفة التوربيدات. وصوت الوحش بيوجع ودان ظابط الاتصالات اللي لابس السماعة. والرجالة في غرفة التوربيدات بدأوا يسألوا إذا كانوا هيموتوا هم وكده، لكن لحسن الحظ خطة فيكتور نجحت. كراكن بيسيبهم ويمشي بعيد. دلوقتي الطاقم قدر يتحرك تاني، لكن الحريق كان انتشر وبقى أكبر من إن هو يطفي بالطفايات. وكمان في بعض من الرجالة بيتلسعوا من النار، وفيكتور بيأمرهم يسيبوا الغرفة ويسيبوا الأسلحة تتحرق. وظباط تانيين كمان بيتصابوا جامد، لكن باقي الطاقم ساعدهم يعدوا الباب، وبيقفلوا الباب في آخر لحظة عشان النار ما تتسربش. وبتحكمهم في الضغط جوه غرفة التوربيدات قدروا يطفوا الحريق. وبعدين بيبعتوا كل الرجالة السليمة عشان يصلحوا الأعطال، والمصابين ساعتها اتبعتوا للعيادة أو لأوضهم. وأوسكار وجوليا بيساعدوا في العلاج والإصابات، وقدروا يكسبوا ثقة الطاقم. وجوليا كمان بتعالج جرح فيكتور في راسه، وظابط سألها إذا كانت معجبة بيه. لما جوليا بتنفي الكلام ده الظابط قال لها إن فيكتور بيكسر القواعد عشان ينقذها. بعد كده فيكتور بيسأل الطاقم عن رأيهم في الوضع، وكلهم بيتفقوا إنهم لازم يرجعوا، لأنهم مش عارفين مكان الغواصة التانية وما عندهمش وسيلة دفاع ضد الكراكن. وإوشينكي فكروا إن أبوه كان بطل أنقذ ناس في حادثة غواصة، لكن مات في العملية. وبعد تردد طويل فيكتور بيوافق يرجعوا. وهم راجعين فيكتور كان بيقرأ آخر رسالة أبوه كتبها، لكن جوليا بقى قطعته لما لاحظت فيه عصافير في أوضته، وشرح لها إنها طريقة لمراقبة مستوى الأكسجين. ساعتها جوليا طلبت خريطة وحددت أماكن ظهور الكراكن ومعسكرها. والحكايات بتقول إن الوحش ده هاجم سفن كتير قبل كده وبعدين اختفى فجأة، والعلماء ظنوا إنه دخل في ثبات عميق. وهي بتستنتج إن المتفجرات بتاعتها ضربت طبقة مخفية وصحته، وبتقول إنه لو عايزين يعيشوا
لازم يطفوا السونار والا هما كده هيجذبوا الكراكن مرة تانية. وبما ان جوليا فاهمة الكراكن كويس، فيكتور بيسألها اذا كانت تعرف بقى مكان غواصة اخوه، وجوليا بقى بتشرح ان الاخطبوطات دي عادة بتسحب فريستها لجحرها، المفروض يبقى في نفس المكان اللي كان فيه معسكرها زمان. كلامهم بيتقطع لما ظابط بيعلن انه بيلاقي دليل وبيشغل تسجيل من اللحظات اللي قضوها خلال وضع الصمت. للناس ساعتها بيسمعوا صوت حاجة بتخبط في معدن، يتبعوا الإشارة وتأكدوا إنها جاية من معسكر جوليا، وده معناه إن الغواصة التانية ممكن يكون فيها ناجيين. وفيكتور بقى بيلقي خطاب عن أهمية إنقاذ أرواح البشر وعن المخاطر اللي هم هيتعرضوا لها. بعدين بيأمر الرجالة ياخدوا الغواصة لمعسكر جوليا. في الطريق فيكتور بيفتكر طفولته واليوم اللي ضاع فيه في الجبال، ومفيش حاجة رجعته للواقع غير لما وصلوا منطقة البحث. وفجأة المسامير بدأت تطير من الماكينات والحيطان في الغواصة وبتكسر الإزاز والأنوار، وده معناه إنهم نزلوا أعمق من اللازم وبيخلوا ساعتها الغواصة تطلع لفوق. وظابط بيلاحظ إنهم لقوا هوية بلا قاع، وفيكتور حب يبعت الغواصة الصغيرة تستكشف. وبما إن واحد من الطيارين اتصاب أثناء الهجوم، فيكتور بيتطوع بقى عشان يحل مكانه، بيسيب أوشينكي في القيادة. الغواصة الصغيرة طلعت مع فيكتور و2 ضباط، كانوا سامعين صوت المعدن وهو بيتشقق وهما بيستكشفوا الهوية، إنها أول مرة تنزل للعمق ده. الضغط بدأ يأثر على المركب، فلو ما لقوش حاجة بسرعة كده هيضطروا يرجعوا. ولما سمعوا صدى الصوت راحوا ناحيته، اكتشفوا مئات من السفن الغرقان، وده معناه ان نظرية جوليا والاساطير كانت صح. في الاخر بقى بيلاقوا الغواصة التانية ولاحظوا كل الاضرار اللي حصلت لها، والحمد لله ان المقدمة لسه سليمة، وده معناه ان الناجين ممكن يكونوا مستخبيين فيها. والفريق حاول يركب الغواصة الصغيرة فوقها، وده كان أصعب مما يتصوروا بسبب الطيارات القوية، لكن بعد معاناة كبيرة قدروا يعملوا الاتصال. وفيكتور بيلبس معدات الغطس وعدى من الوصلة وبيخبط على الغواصة التانية قبل ما يفتح البوابة. بسط جدا لما بيلاقي الطاقم عايش ومن ضمنهم أخوه ألكسندر، وبيبعتوا الخبر للغواصة الرئيسية وكلهم بيحتفلوا. وألكسندر بقى بيشرح إن هو خلى الغواصة في وضع الصمت من ساعة ما اتقبض عليهم، بيبعت إشارة كل فترة عشان ما يلفتش انتباه الكراكن. وفيكتور بعت أكبر عدد من الناجين في الغواصة الصغيرة، لكن واضح كده إنهم هيحتاجوا رحلتين عشان ينقذوا الكل. وقرر هو يفضل مع أخوه، وميكانيكي هياخد مكان الطيار الأخير. والغواصة الصغيرة ركبت جهاز تتبع على مقدمة الغواصة عشان خاطر يعرفوا مكانها لما يرجعوا. اضطروا يطفوه لما فهموا إنه ممكن يجذب الكراكن. ولما الغواصة الصغيرة أخيرا اتحركت، حطام الغواصة كلها اتهزت، لكن الحمد لله ما وقعتش. بيوصلوا بقى للغواصة الرئيسية وبدأوا فورا يعتنوا بالناجين. الطيار البديل كان مريض زيادة وما بيقدرش يعمل رحلة تانية، وجوليا طلبت من أوسكار المساعدة لأن أوسكار عنده خبرة بالشغل في الغواصات، ووافق فعلا انه يروح. واثناء ما الغواصة الصغيرة اتحركت، وشينكي شاف على الرادار ان الكراكن بيتحرك تاني. في الوقت ده بقى فيكتور والكسندر قرروا يستعيدوا الأسلحة اللي رؤسائهم طلبوها، وبيدخلوا منطقة الغواصة المدمرة وبيلاقوا الأكواد في الخزنة. لما حاولوا يستخدموها على الكمبيوتر النظام ما استجابش، وساعتها فيكتور بيرفض يستسلم، وبعد محاولات كتير وضغط على أزرار كتير قدر يشغل الكمبيوتر واطمن ان الأسلحة لسه شغالة. والنبضة الكهرومغناطيسية اللي نتجت اتلقطت بواسطة الغواصة الصغيرة اللي بدأت تتبعها. وفي الغواصة الرئيسية الطاقم اتصدم لما شاف الكراكن بيقرب جدا، وبسرعة نزلوا الغواصة على قاع البحر ودخلوا وضع الصمت. الكراكن بقى بيزق صخرة كبيرة بتخبط في الغواصة، والمسامير بدأت تطير تاني بسبب ضغط المية، والمية بدأت تدخل في غرفة من الغرف. والطاقم ما كانوش عارفين هيقدروا يفضلوا في وضع الصمت ده فترة ولا لأ. في نفس الوقت الغواصة الصغيرة وصلت للحطام، وأثناء محاولتهم للالتحام بالغلط بقى بيلمسوا جهاز التتبع وشغلوه. ساعتها الكراكن كان على وشك يهاجم الغواصة الرئيسية، لكن في اللحظة دي حس بجهاز التتبع وبدأ يعوم عشان يرجع لجحره مرة تانية. وأوشينكي بيأمر الطاقم فورا يستغلوا الفرصة دي ويطلعوا للسطح. في الوقت ده فيكتور كان بيزحف جوه ماسورة عشان يوصل الأسلحة في غرفة التوربيدات، ودي اللي كانت محجوبة بالحطام. ألكسندر بيسمع صوت الغواصة الصغيرة وهي بتلتحم، وبيقول للطاقم يركبوا فيها بسرعة، يعرفهم إن هيفضل مستني أخوه. في الآخر فيكتور بيوصل لغرفة الأسلحة وبدأ يدخل الأكواد في التوربيدات، وألكسندر بقى بيعمل نفس الموضوع على الكمبيوتر. الأسلحة كانت هتاخد شوية وقت عشان تتحمل، وده بقى بيدي فرصة للكراكن إنه يلاقيهم. الطاقم بيستعد للصدمة، والمخالب بتاعته بدأت تلف حوالين الغواصة، والأخوين بقى بيتكلموا في الراديو وبيعتذروا لبعض عن مشاكلهم القديمة. الكراكن قدر يشد نص الغواصة، لكن الحمد لله كان الجزء الفاضي ده من الديل. ولما كان على وشك يهاجم تاني، الأخوين بيرتبوا حركتهم وضغطوا على الزراير في نفس اللحظة لتشغيل السلاح أخيرا، وبيحصل انفجار قوي جدا، وده بيسخن
بركان الوحش وخلاه ينفجر، وبينتج عنه شعاع ضخم من نور بيخترق جليد القطب الشمالي ووصل حتى الغلاف الجوي. والمية دلوقتي بقت بتغرق الغواصة، وفيكتور بيجري راجع من جوه الأنبوبة عشان يلحق أخوه ألكسندر، والأسلحة بقى هتنفجر قريب ولازم يتحركوا بسرعة. الغواصة بدأت تغرق، والأمواج الشديدة اللي بتخبط في الممرات خلت الإخوات يتفرقوا عن بعض، وفيكتور بدأ يدور على ألكسندر لحد لما شاف إيده طالعة من المية وبيمسكها وبيشد لحد لما ألكسندر بقى في أمان معاه، وبيجروا يطلعوا على السلالم بسرعة وبيركبوا الغواصة الصغيرة وبيقدروا يقفلوا الباب قبل ما المية تلحقهم. وبرغم إن فاضل دقيقتين بس على الانفجار، الغواصة الصغيرة ما فكتش من مكانها والحطام بدأ يقع عليهم، وفيكتور افتكر دراع الطوارئ وبيشد، وده خلى الغواصة الصغيرة تنفصل أخيرا وبيطيروا قبل ما الأسلحة تنفجر بلحظات. وموجة الانفجار بتخلي الغواصة الصغيرة تتقلب في البحر، وبنشوف فوق على السطح الغواصة الكبيرة كانت مستنية خبر، وكانوا هييأسوا لحد لما شافوا فقاقيع طالعة من المية، ودي بقى كانت الغواصة الصغيرة راجعة أخير. والكل بدأ يحتفل، وفيكتور حاول يدي ألكسندر ساعة أبوهم، لكن ألكسندر قال له يحتفظ بيها لأنه هو اللي يستحقها. وبعد فترة بقى بنشوف الطاقم بيوصل لروسيا، اخوات أخيرا قدروا يشوفوا عيلتهم من جديد. وكده بقى يكون خلص ملخص فيلمنا النهاردة، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا جداد معانا.